السلام عليكم. السلام عليكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. واحد صديقي بيقول لي، تونسي مش مصري يعني، بيقول لي هو ليه منتخب مصر ما فيش فيه محترفين غير محمد صلاح وعمر مرموش؟ هو هل ان اللعيب المصري او الرياضة المصرية او الدوري المصري ما بيفرزش اي لعيبة، او ما فيش قطاع ناشئين يقدر يطلع، او ما فيش عين بتبص على اللاعبين وتوديهم زي زمان، زي ما كان عندنا في فترة من الفترات عبد الستار صبري وسمير كمونة ومدحت عبد الهادي ومحمد عمارة، ياسر رضوان، احمد حسن. كل النجوم دول كانوا موجودين محترفين في وقت واحد في كاس العالم 98. يعني المفروض ان انت طبيعي ان من 98 ل 2025 انت بتتكلم في داخل على ال 40 سنه مثلا، ولا داخل على ال 35 سنه. المفروض طبيعي يكون في تقدم في حاجه زي كده، مش العكس. احنا دلوقتي ما بقاش عندنا غير محمد صلاح اللي طلع عن طريق صدفه بحته، رزقه طبعا ونصيبه. ومؤخرا عمر مرموش اللي عايش حياته كلها، كان يعني تقريبا عايش حياته كلها بره. فبيقول لي ليه هو الرياضه المصريه فين واللعيبه المصريه فين؟ قلت له اللعيبه المصريه كلها محطوطه في دولاب النادي الاهلي. اي لعيب يبرز في مكانه في ناديه الاهلي بيحط ايده عليه وبياخده يلعب ما يلعبش. اقول لنا مثال اخير مش اول، في عمر الساعي اللي كان نجم نجوم الاسماعيلي في مركزه، وكان مؤهل انه يروح منتخب وطني، وبناء عليه مؤهل ان هو يجي له عقود احتراف خارجيه. الاهلي خده حطه في الثلاجه، فضل قاعد سنه كامله يشجع الاهلي، مش حتى ما بيقعدش حتى دكه. وسبحان الله لما طلعوه اعاره راح المصري، من احسن ومن اكفأ اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري في مركزه. قيس على ذلك صلاح محسن اللي كان برضه مستقبل للرياضه المصريه، اتركن، كان ممكن يحترف من ناديه. قيس على ذلك ناصر ماهر نفسه، شوف لما كان في الاهلي وسابوه، وبعد كده لما راجع الزمالك وتألق. قيس على ذلك حتى القندوسي، شوف لما كان في الاهلي كان محطوط فين وما كانش بيلعب، ولما طلع بره. فالاهلي يا جماعه اصبح مقبره لدفن اللعيبه اللي فيهم امل او فيهم بريق ان هم ممكن يجوا لهم عقود احتراف خارجيه ويقدروا من خلالها يتألقوا، وبالتالي يساعدوا منتخب مصر في اي محافل دوليه. روحوا اتفرجوا على المغرب، شوفوها واخده العلامه الكامله في التصفيات. طموحها في كاس العالم القادم هو الحصول على كاس العالم، مش التمثيل المشرف. فاعتقد احنا كده اتاكدنا منين بيودي على فين الرياضه المصريه. في خبر كان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.